صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. مكملين في القطاع الصناعي وتصنيع المكن والحديد بقى والفلاز والحاجات دي كلها. احنا عارفين من يمكن اللي كانوا متابعين معانا الحلقه اللي مجموعه الحلقات الخاصه بالقطاع الزراعي، ان احنا كان عندنا بشكل قوي جدا شركات عامله طفره ونجاحات في التصدير بتاع الخضار والفاكهه والمنتجات بتاعتنا المصريه، وعاملين فيها ارقام كويسه. طيب، عشان المصانع دي تقدر تشتغل لازم يبقى عندي ليها المكن بتاعها وخطوط الانتاج بتاعها تبقى موجودة وبسعر كويس، عشان اقدر فعليا انافس واديك المنتج بسعر كويس، اللي هو المنتج النهائي، الفراولة او الخرشوف او البطاطس او whatever اللي انت بتصدرهم كمصنع في المصنع بتاع الصناعات الغذائية. كنا لوقت كبير جدا بنعتمد على اننا بنستورد المكن ده من بره. بدأت بعد كده تبقى في شركات موجودة في مصر انها تقدر تصنع هذا المكن. عندنا ساب اف بي. شركة ساب اف بي هي شركة مصرية موجودة في الجيزة. الشركة دي اشتغلت في الخطوط بتاعة انتاج الخضار والفاكهة، بس دخلت في الحتة المختلفة. يعني ايه دخلت في الحتة المختلفة؟ يعني كتير بيصنعوا الخط بتاع السايزر، الفراولة والفاصوليا وكل الكلام ده والبرتقان ده، ناس كتيرة قوي. كتير بيصنعوا الخطوط اللي هي عندي بتاعة البطاطس المقلية، بقوا كتير في مصر. بس أنا لا بقى، أنا هشتغل في الخطوط بتاعة الخضار المجفف مش المجمد. أنا هشتغل في الخطوط بتاعة الزيتون. أنا هشتغل في الخطوط بتاعة التمور. وخلي بالكم من حتة التمور، احنا بنصنف في مصر أكتر دولة على مستوى العالم في إنتاج التمور، لكن للأسف الصادرات بتاعتنا لا تتعدى 2% من حجم التجارة العالمي. ده ليه أسباب كتيرة جدا، يمكن كنا اتكلمنا فيها لما اتكلمنا في القطاع الزراعي، بس باختصار إن احنا في أنواع تمور عندنا مش بنزرعها في مصر. في نفس الوقت فكرة ان انا اطلع من التمور منتجات جديدة او اعمل لها باكجينج او اعمل لها تغليف او اعمل لها تعبئة بشكل معين، احنا مش شاطرين فيها. هنا ساب اف بي دخلت في الحتة دي وخط التمور، وان انت ازاي يتغسل ويتنضف ويتعمل له باكينج وتعبئة وتغليف، وهتاخده زي ما هو، ولا ان انت هتبتدي ان انت تخليه، ولا هتعمل فيه ايه، ولا عايز تطحنه. ففكرة كل الخط بتاع التمور بتعمله. الخط برضو بتاع انتاج الشيبسي، ودخلت كمان في خطوط انتاج السناكس. في الوقت كبير كانت خطوط انتاج السناكس في مصر كنا بنستوردها من بره. ساب اف بي دخلت وقالت انا هخش في الحته دي، وبتكمل كمان زي كل المصانع اللي بتشتغل في انتاج المكن، بتعمل كمان التعبئه والتغليف اللي وراه، بس متوسعه بقى. انت عايز تعمل تعبئه افقي، الشكاره تتعبى كده افقي. انت عايز ان انت تعبيها وتعمل لها شفط هواء، لا انت عايز تعمل حراري وتقفل الهواء وتقفل حراري. انت عايز تعبي في كراتين، لا انت عايز تعمل فاكيوم، لا انت عايز تلفها بستريتش. في اي نوع باكينج هعمله انت محتاجه كمصنع، انا هقدر اللي انا اوفره لك. تخيل اللي دخل في حته ما كانتش موجوده قبل كده في مصر، في خطوط عباءة وتغليف ما كانتش بنصنعها في مصر، وخطوط انتاج هم كانوا اوائل الناس انتاجها في مصر. صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر.